بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد. معاكم أخوكم الحداق الصياد حميد دشتي بإسماعيل. اليوم التاريخ 11/5/2022. هاي هلا. اليوم يوم الأربعاء. اليوم طالع طلعت حداق بالكاياك خفيفة وقاعد نجقجق، وإن شاء الله الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. حبيت يعني أستغل هذه الفرصة، هذه المناسبة، وأتكلم عن موضوع. اليوم بتكلم يعني عن البحر، كلام عن البحر. اليوم أنا صراحة أول محامي ومدافع عن البحر. السبب هو طبعا أعزائي، وإحنا صغار كنا نسمع أن البحر غدار، يعني من الناس الأولين، يعني قديما وإلى الآن كثيرا من الناس يظنون أن البحر غدار. أنا اليوم صراحة بحاول أرفع هذه الصفة السلبية عن البحر. طبعا أعزائي، البحر من أجمل أماكن خلق الله سبحانه وتعالى على الأرض، وعند التواجد بقربه الإنسان يشعر بالراحة. عشق البحر يجعلك تريد أن تبقى بها ما تبقى لك من العمر. لهذا فإن أكثر الناس، وخاصة الكبار بالسن، يتوجهون لهواية الصيد والحداق أو الغوص أو أي ممارسة بحرية. البحر فيه السكون والراحة والهدوء وتغيير للنفسية، تغيير جو، فيه السعادة، فيه المتعة. طبعا البحر فيها مخلوقات جميلة، خلقها الله سبحانه وتعالى كالأسماك، فنحن نأكلها ونستمتع بشكلها ونصطادها، وأيضا نستخرج يعني من البحر نستخرج اللؤلؤ والمرجان. سؤال: هل البحر أقوى غدرا أم الإنسان؟ طبعا الغدر معناه أعزائي يعني الخداع وحسد وكره. طبعا الغدر يحتاج عقل. هل البحر له عقل حتى يفكر ويخطط تخطيط شري ويحقد ويحسد بعدين يغدر؟ فهذا يعني محال أن البحر يغدر. البحر أعزائي يعني هو عشق للجميع. كل البشر يعشقون البحر، وهو صديق للجميع. وايد ناس، كثير من الناس يعني إذا عنده حالة نفسية أو ديبرسيون أو ستريس، وين يروح البحر أو بالطبيعة. وأيضا أعزائي يعني قديما البحر كان باب الرزق يعني الأول والأساسي، سواء من خلال الثروة السمكية أو من خلال كونه الوسيلة التجارية الأولى في زمن لم يعرف وسائل النقل أخرى كالقطارات أو الشاحنات أو الطائرات. يعني قبل ما في طائرات، ما في سيارات. الوسيلة الوحيدة كانت هي السفن. هناك أيضا يعني فوائد صحية من البحر. الفوائد هذه أعزائي وهو التأمل بالبحر يزيل التوتر، فهو علاج سحري. البحر مثل المستشفى، صراحة مثل المستشفى، يجد المريض راحة النفس والجسد. أيضا لون البحر التركيز، لون الأزرق الجميل، ينعش العين ويؤثر بشكل إيجابي على الجهاز العصبي، فيشعر الناظر بالراحة. فاللون الأزرق، اللون التركيز يساعد على سحب الطاقة السلبية من الجسم واستبدالها بالطاقة الإيجابية، ويزيل التوتر العصبي والاكتئاب والإحباط. أن اللون الأزرق أعزائي يساعد أيضا على الإحساس بالصفاء واسترجاع الإنسان ثقته بنفسه. البحر أعزائي يتميز بمناظر جميلة وسحر الطبيعة الخلابة. يعني صراحة هذا هو البحر، وهذا هو جمال البحر. مو حرام نقول عن هذا البحر يعني غدار. يعني حرام صراحة نقول عن هذا يعني المخلوق الجميل نقول عنه غدار صراحة. يعني لا عقل له، شلون يغدر؟ أنا ما أعرف. فالغدر هو صفة بالإنسان، يعني الإنسان الشرير هو اللي يخطط، هو اللي يحسد، هو اللي ينتقم. أما البحر لا أعزائي،
فالبعض راح يقول الأمواج تحطم السفن والتيارات تسحب البشر. طبعا الأمواج سببها أعزائي هو الرياح. الرياح هي اللي تسبب الأمواج. وأيضا التيارات سببها أيضا تأثير القمر على التيارات، على المد والجزر، يعني تصير تيارات قوية. وأيضا أعزائي الحوادث يعني اللي تصير في البحر طبعا هي سببها يعني البشر نفسه. يعني طبعا الأمن والسلامة، يعني اتخاذ تعليمات السلامة مهمة جدا. يعني الإنسان اللي ما يلبس لايف جاكيت اللي هو سترة النجاة أكيد يعني راح يواجه مشاكل في البحر. الأمن السلامة مهمة جدا أعزائي، مهمة جدا في البحر، لأنك أنت من تدخل البحر يعني تدخل عالم آخر، قوانينها تختلف عن قوانين اليابسة. احنا عندنا ايضا يعني اليابسة بالطرقات يعني تصير حوادث كثيرة وناس تموت الله يرحمها. ليش ما نقول عن اليابسة او عن الارض انها تغدر او غدارة؟ ليش نقول عن البحر؟ طبعا هذه اخطاء بشرية اعزائي، اخطاء بشرية. احنا ما نقط اللوم على البحر. والبحر اعزائي يعني هي يعني مأمورة من الله سبحانه وتعالى، كما في احاديث النبي صلوات الله عليه يعني نهى عن سب او لعن الرياح لانها مأمورة. كذلك البحر من الطبيعة ايضا هي مأمورة، فلا يجوز ان نلعنها او نسبها او نقول عنها صفة الغدر. الغدر ايضا يعني يعتبر سب او سب للبحر. فطبعا يعني أرجو أن يعني نعلم الأجيال إن شاء الله وأولادنا أن يحبوا البحر. البحر هو طبعا عشق للجميع، وأنا طبعا أحب البحر لأنه يشبهني. يبقى البحر ونسيمه ملجئي ومقصدي، حين لا أجد قلبا يستوعب وجعي. ونقول أهل البحر يعيشون. أخوكم حميد دشتي وإسماعيل، شكرا.